سلام حباباتي، مرحبا بكم معايا في الفيديو تاع اليوم. ولأول مرة يزوروني في القناة اتمنى يديروا لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كامل الجديد تاعي. على بالي بلي طولت عليكم الغيبة هذه المرة، لكن رجعت معكم بأجمل طلبية سابلي بريستيج بتزيين بسيط وراقي وجميل جدا. شو نقولكم، يلا بينا معايا للوصفة. سلام حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم مع وصفات هوية الحلويات عندي طلبيه بغيت نشاركها معكم. اليوم ما غاديش نخدموا العجينه باسكو العجينه ساي خدمتها معكم مئات المرات. العجينه تاعي المعتمده راهي معروفه. انا اليوم خدمت معكم الطلبيه كامله. شحال من الموديل عندي؟ طلبيه تاع ميلونج تاع سابلي انا درت زوج انواع شوكولا بذوق الشوكولا وزوج انواع بذوق الفاني، لكن غادي نغير لهم التزيين والحشوه. كي تكون عندكم طلبيه تاع دي موديل تاع سابلي شحال موديل، رونوا تروينه وحده قسموها على زوج. كيما نرون ترطل تاع مارغارين قسمتها على زوج. من خلطت البيض والدهان والسكر والزيت قسمت على زوج. درت واحد فيه درت فيه مغرف تاع كاكاو بني ونص مغرف تاع كاكاو اسود، ولا مغرف صغيره تاع كاكاو اسود. الكاكاو الاسود ما نكثروش منه. درت فيه وهذا درت فيه الفانيلا، درته بذوق الفانيلا. غادي نبداو بسم الله في الطلبيه تاعنا. الطلبيه غادي نخدم معكم غير التزيين. غادي نبداو. عندنا هنايا عندي كريمه الزبده. كريمه الزبده ثاني راني خادمتها معكم، نخليها لكم في صندوق الوصف. هنايا درتها بذوق الفاني. كاين واحد اكستري جديد شريته روعه مركز، هذا تاع بذوق الزبده والفانيلا، يعطي واحد الذوق. درته في السابلي ودرته في كريمه الزبده. لو كان راكو تشموا واحد الريحه راهي تعطيه ما شاء الله. فيه الذوق تاع الزبده ان ميم طون فيه لو غو تاع فاني، يعطي ذوق ما شاء الله. درته في كريمه الزبده قلت لكم وفي السابلي. وهنايا نفس كريمه الزبده قسمتها على زوج. هنا درت فيها مغرف كبيره تاع نوات كوكو مقليه، جوز الهند مقلي، ودرت فيه هذه الطوفيه براليني. درت فيه مغرف كبيره تاع الطوفيه براليني. اللي ما عندهاش هذه تجي تقريبا كيما الشوكولا تارتيني. اللي ما عندهاش هذه يدير مغرف كبيره تاع شوكو تارتيني، شوكولاته طلاء ماكسون لا اي كو عندكم. غادي نبدا بسم الله. انا نستف كامل الصابلي تاعي قدامي كيما موالف ونبداو نخدموا مع بعض. دروك انا استفت كامل الكاطو تاعي. غادي نخالف لي كولور. غادي ندير تاع الفاني للشوكولا وتاع الشوكولا للفاني باش يجوني كي نحلو من الداخل نصيبوا الالوان مختلفه. ندير بهذا الشكل ونحطو حبه فوق حبه عادي. نضغطوا عليها بهذا الشكل. ونفس الشيء بالنسبه للفاني. هاد لاباط ما تقلقوش، غادي تسيبوا كلشي. نحط لكم المقادير تاعها في صندوق الوصف. غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للبيضه. صدقوني هاد الكريمه اللي درت فيها نوات كوكو وشوكو تارتيني ولا الطوفيه كما قلت لكم براليني، جات واحد الذوق ما شاء الله روعه، جابني بزاف. كي تكون عندنا طلبيه بدون ما يختارنا، هذه ما اختارتش، ما غبنتنيش، ما اختارتليش لي موديل، قالت لي ديري لي طلبيه ميلونج تاع سابلي. لكن انا غادي نخدم لها ما شاء الله خدمه متحوفه، ونديروا دي سابلي بريستيج مع بعض ان شاء الله. غادي نكملهم كامل ونعاودوا نرجعوا مع بعض. غادي نكمل هاد لي كاري اللي درتهم، غادي نكملهم بهاد كريمه الزبده باسكو بقات لي. نديروا نفس الطريقه، طريقه سهله. وندير حبه فوق حبه بهذا الشكل. وهاد القلوب عندي، هاد القلوب بغيت نغير، ما غاديش نديرهم كاع كريمه الزبده، غادي نلصقهم بلا جولي، ولا نتوما لصقوهم بالمربى الا بغيتو، ما بلا جولي ويجوا شابين وبنان. طريقه سهله.
انا غادي نكملهم كامل ونعاودو نرجعو للتزيين باذن الله. دروك غادي نبدا التزيين. عندي هنايا شوكولا بالحليب، زدت لها في 500 غرام تاع شوكولا، انا درت هنا غير نص لابواط. زيدوا لها 2 مغارف تاع الزيت. نطليها بهذا الشكل. كل ما تجيكم الشيكولا شويه ثقيله زيدوا لها شويه زيت على حتى توصل لكم للخفيه اللي راكم باغينها. نغطيها كامل، نود الزائد، ونحطها قدامي ونعاود بنفس الشكل اللي خدمنا به. طريقه سهله. كي تكون عندنا طلبيه لازم ننظموا رواحنا. انا هذه طلبيه ماشي بزاف، راني نخدم فيها غير مع الحشيه باسكو قليله، لكن دائما النظام يلعب دور في الطلبيه. ننظموا رواحنا، ولازم قبل ما نبداو الطلبيه نعرفوا روحنا اش غادي نخدموا، ماشي حتى نرونوا العجينه عاد باش نوليو نديرو في الافكار. لا، انا ندير الفكره قبل ما نبدا في الطلبيه، نبدا نفكر كيفاش غادي نديكوري الحلوى تاعي، نوجد كلشي قدامي عاد باش نبدا نخدم في كلشي. انا غادي نكملهم كامل باش ما نطولش عليكم ونعاودوا نرجعوا للتزيين الاخر. دروك غادي نمر للصابليط الكاري. غادي نطلي بنفس الشوكولا، غادي نخدم بهذه الطريقه هنايا. نحط ونخلي الشوكولا قبل ما تنشف. دوك نخليها غير شويه تهدى قد ما نكمل شحال من حبه ونوري لكم كيفاش غادي نزينها، لكن قبل ما تنشف نزينوها. نخليها تهدى شويه باسكو كون ندير عليها غادي ندير عليها العقاش. كون ندير عليها العقاش دروك غادي كاع يدخل لي في الحلوى. انا اللي باغيتو يقعد لي شويه فوق الحلوى، على هذيك خليها شويه حتى تنشف لي ونبدا نزين فيها. انا عندي هنا عقاش في الدوغي في الرقيق، نحكمها هكا قبل قلت لكم ما تنشف الشوكولا، نديره بهذا الشكل في الجوانب. انا نكمل هذا التزيين ونعاودو نرجعو للتزيين اللي باقي. دروك نكملوا التزيين بعد ما نشفوا نكملوا لهم التزيين. عندي شوكولا بالحليب، درتها في نفس الشوكولا اللي طليت بها، درتها في لابوش. خدمت هاد الورد، شوفوا خدمته بهاد المول تاع الورده، غادي نحطه هنا في الكوتي. التزيين يبقى اختياري، انا نعطيكم موديل تبغوا تتبعوه، تبغوا ديروا التزيين كيما تبغوا. نكملهم كامل ونعاودو نروحو نكملو التزيين الاخر. دروك غادي نكملو التزيين تاع هذا. شوفوا خدمت هاد لي نو بنفس العجينه، عجينه السكر صبغتها هذه بالماغو بنفس العجينه اللي خدمت بها هاد الورد في هاد مول تاع السيليكون، وغادي نلصق. نلصقها هنايا بهذا الشكل. شوفوا التزيين سامبل وباشياء بسيطه لكن يكون شباب ما شاء الله. انا نكملهم كاع ونعاودو نمروا للتزيين الباقي. دروك غادي نخدموا مع بعض هذه الحلوى المدوره اللي درناها وعمرناها بلاكريم. عندي هنا شوكولا بيضاء ذوبتها ما زدت لها والو، نخلوها شويه تطفى باش ترفد لي فوق الحبه. دائما نقول لكم هذه المعلومه، الشوكولا البيضاء تجي سائله بزاف، كون ديروها حاميه تطلبيها حاميه ما ترفد لكمش فوق الحبه.
غادي نبدا. بسم الله. انا غادي نخدم فوق نفس الطواسيري، منضلوش كتروا على رواحنا في نمسح الحبه تاعي ونحطها. هذا الشكل انا غادي نديرو. نقلح هذه. قلت لكم هذا الشكل غادي نديرو على شكل مخبز، نديروه كانه مخبز. كاين بزاف الناس اللي ما يبغوش مخبز، يبغوا غير لي سابلي. انا وحده منهم، ما نبغيش مخبز. الا كليت منه يا ربي ناكل طرف صغير. لهذا غادي نديرو على شكل المخبز، ولا بالاحرى بديكور تاع مخبز. نحاولوا ننوعوا. الا كان عندنا قاعده ولا كعرضه للحباب، ولا نحاولوا نديروا غير نوع تاع سابلي وننوعوا في الشكل تاعو ويجينا شباب. انا نكملهم كامل ونعاودوا نرجعوا مع بعض. دروك غير نفس الشوكولا البيضاء اللي بقات لي غادي نخدم بها هاد القلوب. زدت لها شويه كاوكاو مقلي. شوفوا الحبيبات. الكاوكاو يكون مقلي غايه، هذا يعطي واحد الكو رهيب ما نقولكمش، يجي ما شاء الله. هاك الحبه تاعي ونطليها بهذا الشكل. الا لقيتو الشوكولا تاعكم كيما راكم تشوفوا انا دروك راهي ثقيله شويه، غادي نزيد لها شويه زيت. نزيد بالمغرف ونشوف، باسكو الشوكولا تاعي راهي ثقيله. من زدت لها الكاوكاو تقالت. نحاول نخففها بشويه زيت، حاجه سهله. نخلطو مليح هذاك الزيت باش يدخل لنا في الشوكولا. دروك شوفوا خفافت باش تساعدني في الخدمه. هاد الصابلي انا ما درتوش بالكريمه، نتوما تبغوا ديروه لداخل بحال تاع كريمه الزبده تقدروا ديروه. دروك غادي نخدموا هاد الورود. عندي هنا عجينه السكر حمراء، ما صبغتهاش وحدي، نشريها حمراء واجده باسكو صعيبه شويه باش تصبغوها حمراء، لازم مواد تكون تاع خارج. عندي هذا المول مدور، نورقها رقيقه بزاف. وعندي هاد ستيلو، نبدا نرقق فيها بهذا الستيلو. ندور عليها بهذا الشكل مرتين ولا حتى ثلاثه قد ما ترقق لي. هذه المره الثانيه. انا درتها مرتين. نجيب قدامي اي مول تاع سيليكون يكون هكا مدور، ندخلها فيه ونقعد نساعد فيه. من بعد نسقمها نعطيها داك الشكل باستعانه بالستيلو. هذا الشكل.
شوفوا نديروها بهذا الشكل. انا نكملهم كامل ونعاودو نرجعو مع بعض للتزيين الاخر. دروك غادي نكملو التزيين تاع هاد الورود. عندي هنايا جولي لا جولي ولا ناباج، عندي بانسو صغير، عندي عقاش رقيق في الدوغي، هذا ماشي في الزيرو في الان، وعندي العقاش كبير في البلون. ندير شويه تاع لا جولي في الوسط، غير شويه، نقيس لابول تاعي في الوسط، لابول كبيره، طريقه سهله، ونبدا نقيس في العقاش تاعي. انا منعرفش نخدم باليسرى، غادي نحاول نقيس العقاش تاعي الرقيق، ونحاول نسقمه بلي ستيلو. هادو نرميهم عشوائيا ومن بعد نبدا نسقم فيهم. غير بشويه بشويه حتى يتسقمونا كامل. بهذا الشكل شويه يشدوا هاد الورود، لكن يجوا ما شاء الله شابين بزاف. سواء قلت لكم هادو نورمالمون يخدموا للمخبز، انا خدمتهم للسابلي باش يجيني الديكور كيما المخبز. غادي نكملهم ونعاودو نرجعوا للتزيين النهائي. دروك غادي نكمل التزيين. نلصق الورود تاعي، نغطسهم في شويه شوكولا بيضاء، ونحطهم هنا. خلوا الورود تاعكم ينشفوا تماما. انا مازال شويه ما نشفولي، لكن بغيت نكمل التصوير معكم نوريكم كيفاه. بهذا الشكل انا دوك نكملهم كامل. غادي نوريكم التزيين الاخر. هذا غادي نديرلو غير ورق الذهب، ما يحتاج تزيين كبير. كما تشوفوا هذا الشكل. انا نكملهم كامل ونعاود نوريهم لكم في طبق التقديم ان شاء الله. هاي حبيباتي لا كومونت تاعي كملتها. شوفوا هذا اللي درناه مع بعض، وهذا تاع القلوب. كانت طلبية سابلي بريستيج من اروع ما يكون. شوفوا هذا كي جا شباب ما شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وإلا عجبكم ديروا لي جيم وخلوا لي كومونتير. شنقول لكم شاهدكم في الجنة، ومع السلامة في وصفات أخرى إن شاء الله.